احنا النادي المصري، النادي الشعبي، نادي 1920، نادي الطزو وابو حباجه والسنجه ومسعد نور وشاهين وبدوي، نادي الفطاحل، نادي اللي هو طلع لمصر منتخبات كبيره. بنقول لهم النادي المصري، النادي الشعبي بينهار، بيتقفل بالضفه المفتاح. النادي المصري النهارده قيمته محطوطه اكتر من 100 مليون جنيه. انت عاوزين تضيعوا ال 100 مليون جنيه دي؟ انا ببص تلاقي اللعيبه دلوقتي عايزه تمشي. لعيب النهارده ثمنه 50 مليون جنيه اسمه احمد الشناوي، مين اللي هياخده؟ مين اللي هيودوه فين؟ لعيب اسمه سيسي ولاعيب تاني مش عارف بيلعب الاجنبي ده النهارده ثمنهم اكتر من 10 مليون جنيه. اخد بال حضرتك؟ النهارده الشناوي جايب 5 مليون يورو، اضرب 5 في 9 ب 45 مليون جنيه. انت بتودي النادي المصري بينهار. النادي المصري اللي هو قوامه لعيبته النهارده بيوصل ثمنهم اكتر من 100 مليون جنيه. 100 مليون جنيه بينهاروا، وبعد كده النادي هيبص هنتلاقاه خرابه. مين اللي هيقوم بيه؟ في سيد متولي تاني؟ ما فيش سيد متولي تاني. مستقبل مظلم يا كابتن، لان اختفت الكوادر في بورسعيد من ساعه المشكله بتاعت النادي المصري والنادي الاهلي. في ناس كتير بعدت يا كابتن عن النادي المصري، ناس بتتكلم وناس ما بتنفذش حاجه. واخد بالك يا كابتن؟ مستر كامل يقول النهارده جاي بكره مش جاي. بقيت حاسس ان هو عاوز يتهرب من النادي المصري خلاص. مع انت شايف المستقبل ازاي؟ مستقبل مظلم يا كابتن. انا شايف الامور غير واضحه خالص، وشايف ان لازم اللجنه الخماسيه اللي تم تعيينها وتم التجديد ليها ان هي طبعا تضع برنامج الفتره الجايه للنادي المصري، بحيث ان اللعيبه اللي هي هتمشي، اللعيبه اللي هي ممكن تعار لو القرار مشى وتظلم اترفض، واللعيب وقطاع الناشئين ده اهم حاجه عندنا دلوقتي الفتره الجايه دي، ان قطاع الناشئين لازم الاهتمام بيه الفتره الجايه، ولازم الاهتمام بالعمال بتوع النادي ان هم بيتقاضوا المرتب بتاعهم، والمدربين الناشئين اللي موجودين اللي هم يعني ما يملكوش الا هو التدريب في النادي المصري. والله انا خايف على النادي المصري، احنا مش عارفين هنلعب السنه الجايه مش هنلعب. اللي هم جم الجمعيه العموميه قالوا استقالوا، اللي هم اعضاء مجلس اداره قدموا استقالتهم، وبعد ما الموضوع خلص خالص تلاقيناهم رجعوا تاني. طب الناس دي رجعت تاني هتعمل ايه في النادي؟ هل هم راجعين عشان يصفوا بقى يشوفوا اللعيبه هيبيعوها هيعروها هيعملوا اي حاجه؟ احنا لغايه دلوقتي مش عارفين. عايزين مسؤول يطلع من النادي المصري يقول يا جماعه اللعيبه دي قاعده، اللعيبه دي ماشيه، احنا مش عارفين حاجه خالص. مستر كامل ابو علي قال لك راجع، عملوا اجتماعين او 3 ما جاش. يقول استاذ عاطف مبروك، واستاذ عاطف مبروك ده من ايام ما انا بشجع النادي المصري هتلاقيه جاي، ما بينزلش انتخابات، لا بيجي بالتعيين. طبعا هو مستقبل غامض بالنسبه للنادي المصري، واللي انا مش قادر اتخيله لحد دلوقتي ازاي النادي المصري سواء بحلوه او بمره اللي هو كان بيصبرنا على سوء حالتنا هنا في بورسعيد. يعني النادي ده الوحيد اللي كان بيصبرنا على الحاله اللي احنا عايشينها. لو النادي ده فجاه واحده اتشال مننا، انا نفسي مش متوقع اي حاجه هتحصل بعد كده، او متوقع ممكن ان رد فعل الناس هيكون طبعا وحش جدا جدا جدا، لان ده النادي او الحاجه الوحيده اللي كانت مصبره الناس هنا هوت على قطع رزقها. بالنسبه لموضوع التجاره ده بحلو وبمره النادي المصري كان بينسينا اي هم لينا هنا، فلما يتشال مننا مره واحده كده الله اعلى واعلم ممكن ايه اللي هيحصل لنا، ولا ممكن رد فعلنا هيبقى ايه بعد كده.